ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه النهارده قمت شغلت الغساله. هدوم الشتا كتير، كل مليان كلها، يعني لو كل واحد بيغير مره فانت عايز تغسلي بتلاقي بسم الله ما شاء الله ثبت الغسيل مليان. فشلت بقى المفارش غسلتها وفرشت الملايات دي على ما اجيب لهم الحفر فايبر من فوق احطها عليها واحط عليها دفايات، بس كنت فرشتها بس الاول كده. علشان اخد الملايات المفارش اغسلها. وشلت الستاره ادها شطفه الحاجات دي ومسحت الارض وعملت الحاجات دي كلها وانا بغسل بقى، صورت لكوش بقى وانا بغسل وانا كده صورتها لكم قبل كده كذا مره. قلت خلاص ايه اوريكم انا عملت الاوضه على السريع كده، حتى ما لحقتش اجيبها اصورها لكم، قلت خلاص اوريها لكم. خلاص شلت الحاجه غسلتها، شلت الستاره شطفتها، الحاجات كلها هي هتنشف المفارش وافرشها تاني. يعني هي بتنشف. انا كنت برضو قبل كده من اسبوعين كده شلتهم شطفتهم وحطيتهم تاني. انا شطفتهم دلوقتي لما ينشفوا ممكن بكره احطهم تاني عادي. هم احسن حاجه بتدفي في الشتاء. ده بقى الخضار اللي كنت بقولك انا كنت جايباه، عشان بس كنت اقولك على البسله. دي البطاطا كنت جايباها برضو ب10 الكيلو. والبطاطس اخر مره دي ب12. يعني الاتنين كيلو ب24 جنيه. والبسله ب25، اللي هي اللي مش متفرطه دي، في متفرطه ب35. يعني هما بعد ما بيفرطوها بيوزنوها الكيلو ب35. وجبت جزر عشان البسله، الجزر تقريبا ب10. والبتنجان ده ساعه ما كنت بقول لك كنت جايباه للمحشي، الكلام ده كان من يومين، انا كنت بس ناسي اوريها لك. فوريتهولك البتنجان كان انا كنت قايل لك بكام، ب15 تقريبا. والطماطم كانت الكيلو ونص، النهارده بقى الكيلو وربع. يعني انا جايبه النهارده الطماطم بقت الكيلو وربع، هي عماله تغلى على فكره، فانت لو عايزه تخزني حبه او تشيليهم هاتيلك شويه. جبت البسله عشان اخزنها معاكم. البرتقال كان تقريبا الاتنين ب25، ايوه الاتنين ب25. البرتقال دلوقتي حلو، حاجات الشتاء الفاكهه بتاعت الشتاء حلوه. دخلت بقى المطبخ بسرعه، كنت بقى يعني كنت بدخل واطلع وانا بغسل وكده. يعني انا غسلت اول دور ده مثلا على ما تحطيه وتبداي تطلعيه تحطيه في المجفف فشويه على ما تنشري. فدخلت بقى بقولك عملت الاوضه. شلت المفارش بتاعتها، غيرت الملايات الحاجات دي، شلت الستاره، كنست الاوضه، مسحت الاوضه كده كده. الشقه بره كانت نظيفه ما كانش فيها حاجه. من حاجات بس من على الوش كده، ما كنتش شايله حاجه ولا عامله حاجه تاني في الشقه. دخلت برضو وانا في الغسيل. ضربت شويه طماطم، قلت اعمل شويه بسله من اللي انا لسه جايباها صبحه دي كنت بفرطها النهارده. هوريها لك برضو وانا بعملها. قلت اغسل اخد شويه كده صبحين اعملهم النهارده خضار، اعملهم يعني خضار النهارده، لان انا بقى عندي من امبارح محشي. وبقى عندي كام قطعه ستريبس. فقلت خلاص هعمل عليهم. انا جبت اوراق النهارده فراخ بس ما رضيتش اعملها، انا كان بقى عندي كام قطعه ستريبس وبقى عندي طبق محشي كبير. فلو عملت بقى الاوراق دي هعملها مثلا مع رز فهتاكل وهنسيب الاكل اللي باقي ده، فما رضيتش. عملت كوبايه رز واحده بقى مع حبه بسله كده، قلت اعملهم عشان ايه يتاكلوا النهارده، وبكره ابقى اعمل لهم بقى الايه الفراخ مثلا على صينيه بطاطس ولا على حاجه، ولا اتبلها اشوف مش عارفه هعمل فيها ايه يعني ساعتها. المهم شوحت بصله كده زي اي طبيخ عادي بتعمليه، حمرت بصله ونزلت عليها بالطماطم اللي انت لسه ضرباها، او لو انت حطاها في الفريزر اللي مسبكاها تنزلي عليها تاخد غلوتين وتنزلي عليها بالخضار بتاعك. بتسيبي بقى الطماطم تغلي كام غلوه كده وتحط لها شويه ملح وشويه سكر. اللهم صل على النبي. يا دوبك ما تسيبهاش بقى تتسبك قوي، لان انت لسه البسله هتسويها. البسله مش نص سلقه ولا كانت متفرزه ولا حاجه، ده البسله لسه يعني صبحه، لسه شارينها لسه مفرطينها النهارده. في طبق جيت غسلتها وصفيتها مع الجزر بتاعها، انا فرطتها لسه هخرط الجزر بقى. هخرط الجزر وبعدين بقى تغسليها كده وتحطها في مصفى تسيبها تتصفى بقى شويه كده. وبعدين تحبها بقى في الاكياس بتاعتك او في العلب، بس لما تبقى نشفت خالص وبعدين تحطها في الفريزر. هنا الطماطم يعني نص تسبيكه بس ما سبكتش حتى، انت هي لسه فيها ميه، انت شايفاها لسه فيها ميه، لسه فيها بخار كتير بيطلع. احط لها بقى، انا كنت حطيت شويه ملح وسكر، احط لها بس شويه فلفل اسمر بس كده. اقلب بقى وانزل عليها اللهم صل على النبي، وانزل عليها بالبسله بقى بالجزر. جبت طبق كده قلت بقى اجربها اشوف البسله دي ايه. انت بقى كتر الجزر قلل الجزر الطريقه يعني انت عارفه انتوا بتحبوها ازاي، بس هو الجزر بيسكرها يعني بيخليها كويسه، يعني ما تقولوش بس بسله بس. يعني كنت ساعات اقعد اقول طب خلاص بسله بس من غير جزر، لا ما بتبقاش حلوه صدقيني من غير الجزر. الجزر بيخليها مسكره كده وبيخلي لها قوام كده بتبقى تحفه. ساعه ما تغلي برضو معاك كده شوف بقى تزود لها شويه ميه مغليه عشان تكمل سوا فيها، احنا ما كناش زودنا ميه، احنا كنا بس حاطين في الطماطم. زود لها قد نص كوبايه ميه بس كده وغطيها بقى وسيبها لما تغلي معاكي كده. وطلها بقى، سيبها بقى وطلها كده شويه. وسيبها بقى على الهادي كده تستوي معاكي على ما تعملي شويه الرز بقى، شوف انت هتعملي جنبها ايه. عمال بال ما تستوي بقى كده نقلتها ورا على العين اللي واطيه دي، حطيت معلقه سمنه ومعلقه زيت كده عشان احمر شويه رز بشعريه عادي. كنت عايزه اعمل رز ابيض بس العيال يعني ملهمش فيه قوي.
الا ساعات لما يكون في بقول لك بوريك البسله بتغلى، الا لما يكون في مثلا ممكن سمك مشوي ممكن. واكتريت السمك كمان بعمل معاه اللي هو الرز الصياديه، ما بعملش الابيض، فهم ما لهمش قوي قوي يعني في الابيض. عملت كده كوبايه رز، طبعا الرز شويه صغيرين، هي كوبايه واحده لان انا عندي طبق محشي كبير هتشوفيه دلوقتي وانا غارفه الاكل في الاخر، فلو كنت زودت يعني مش هيتاكل. فقلت خلاص اعمل كوبايه وخلاص مع مع البسله دي، والمحشي بقى مع قطعتين الاستريبس الباقيين يقضوا بقى اليوم النهارده كده، يعدوا بقى اعمل لهم ايه بكره بقى، ايه فراخ اللي عايزه اعملها اي حاجه بقى اعملها لهم بكره وخلاص. حمرت كده، شوحت الشعريه حلو وحمرها حلو، وانزل خلي كميه الشعريه كبيره شويه، بلاش تخليها قليله قوي، بتبقى حلوه مع الرز. لما برضو يتشرب كده هتنقلي على عين واطيه او هتوطي عليه على حسب، بس كده. وبعدين بقى تغرفي ايه الاكل بتاعك كده بقى خلاص. بقى كنت انا غرفت الاكل بتاعي. البسله طعمها تحفه ومسكره على فكره، البسله هو ده ميعاد تخزينها، يعني من اخر 12 كده وشهر واحد هو ده ميعاد تخزينها. هو ده حبه الرز اللي انا كنت عاملاهم الطبق ده بس، والبسله دي كانوا الطبقين دول، وفي حبه كمان في الحل. شو بقى كان بقى كام قطعه الاستريبس دي حطيتها لهم مع بطاطسيه كده مقليه، واللهم صل على النبي. وطبق المحشي الكبير دلوقتي كان باقي. بصي طبق بقى محشي كبير، ما ينفعش بقى اعمل رز اكتر، والطبق ده كله موجود. غرفتهم كده مع سخنتهم كده مع مع حبه الرز بقى الباقيين. قلت ياكل بعضه الاكل، ياكل بعضه كده، اللي ياكل رز وبسله ياكل، اللي ياكل محشي وبانيه ياكل. اكيد طبعا بقى نص ده وبقى نص ده، بس ما كانش ينفع احط المحشي لوحده، اكيد كنت هقعد اقول لا كان مش هيكفي، العيال هيقوموا جعانين، العيال ما اعرفش ايه، فلازم احنا نعمل شويه كده. على فكره يعني الاكل في الشتاء مش بيبوظ يعني قوي، فعادي لو قعد يوم او تاني يوم عادي مش مشكله، ما بيجرالوش حاجه. اكله بقى وعديناها عشان بس الغسيل، وكنت بقى عامله طول اليوم، فقلت خلاص يلا بقى مش مشكله، شويه رز وبسله ما بياخدوش وقت، يلا الف هنا.